وبركاته. طبعا الكلام كثير لكن بختصر لك. ما أحيي بيرق الشعر والشعراء سمو الشيخ محمد بن زايد أطال الله عمره يستاهل. أحيي الشيوخ الموجودين وأحيي الأستاذ محمد خلف المزروعي في هذا بعد الله جيد ما حد يعرف يمكن إلا عبد الله السميري من اللي قريب منه. أحيي الدكتور غسان واللجنة الكريمة. أحيي الجمهور الرائع. أحيي الشعراء زملائي والجايين ضيوف. أحيي السادة المشاهدين والله يجمعني معكم. بسم الله على بركة الله. يقول من منطلق صح وخطأ ومبدأ تبي روح وتعال ومن زاوية طنش تعيش أيامها وليالها يا بالنجم مال الحمول الكايدات الأجمال وانت الحمول الكايدة يا بالنجم تشتالها يا بالنجم مال الحمول الكايدات الأجمال وانت الحمول الكايدة يا بالنجم تشتالها. أرد على عد الروى وعنز على صم الجبال مالي ومال قطارها مالي ومال اطوالها. اذا انخفض وزن الذهب ولا رخص سعر الريال يا كثر ناس لا نعبرها ولا نجالها. بس انت عندك في الشدايد درع جنب وراس مال لانك ولا تغالب دروب المرجله ورجالها. على العموم الوضع عادي بيننا والشك زال. بعض السوالف عن التكرم لحيتي وسبالها وانا على فكره من امس يدور في بالي سؤال ليه الرجال اصبحت باخرها بروس اموالها وحكامنا السته كفوا 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 حكامنا الستة كفوا في كل وقت وكل حال وشعوبنا جهالها في منزلة عقالها. لكن ترى محمد ولا زايد إذا جاء النجال تدعي لهم من ما درك منك كبير أطفالها. سهل أنا معكم سهل. لكن ترى محمد ولا زايد إذا جاء له نجال تدعي لهم من ما درت منك كبير أطفالها. شخصيته عنها يطول الشرح ويزول الجدال. محمد عجوبة وزايد معجزة بالحالها بالمختصر. الله يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية. بالمختصر شيء يقال وشيء والله ما يقال لكن على الله التكل ويحلها حلالها. وش لك بتشجيع النصر وش لك بتشجيع الهلال وهي تنكر لها بالله لكنه يعيش جمهور النصر ويعيش جمهور الهلال حتى لو يكورة ما يبنى ولا حنالها. أحسن نروح سويسرا ولا نروح البرتغال ولا نسير لجيرة البنقالة مع بنقالها. الشرق الأوسط في خطر والغرب وضعه عال عال والقدس ل50 عام وحالته يرسالها. وبغداد مسرح للدمار وللجريمة والقتال. الله من الأعداء يحررها ويصلح حالها. واللي يحبون الحرام ولا يحبون الحلال حسيبهم من يجي الحسنة ب10 أمثالها. لو من يقول يطول قال وقبل ينام قال طال. لكن هذه غلطة الشاطر وذا موالها. وميزات عصر العالم استوى البنات مع العيال ما نقص حقوق الولد والبنت ريح بالها. الله يعطيكم العافية. كنا بعصر العالمة وصرنا بعصر افتح مجال ما باقي الا يشارد افضل الله ولا بالها. وليه ضغطي مرتفع وانا سريع الانفعال ليه؟ من كثر ما شافت عيوني شيء ما احلالها. كيف انبسط وضحك وانا كيف انبسط وضحك وانا ضايق صدر مشغول بال وابسط حقوقي دلتي غير يشرب فنجالها. والشعر ديوان العرب منذ القدم ولا يزال يحكي عن امه عن مسيرتها ومجد ابطالها. فعلا يا لجنة الشعر المليون ميزان العدالة الناس تحكم عليها اصواتها واشكالها. وان كان هذا الشعر انا بالشعر ما عندي اشكال. اسمع بحورك كلها من جالها لا جالها. اما كتبته من عقل ولا كتبته من هبال هذه تراني عمها وهذه تراني خالها. الله يعطيك العافية. وانا ادري اني ماني بكامل فلله الكمال. لكن شاعر وتخير في البيوت اجزالها يا العيطموس الفاتنة يم الدلع يم الدلال. النار من شبابها والخيل من خيالها.
يا سارقة عين الصقر، يا سارقة عند الغزال، يا سارقة كل الرسوم دقاقها وجلالها. يا دارين قولي لجنتي على المليون عبد الله، قال الله يجمل حالها والله يطيب فارها، والله يطيب حالكم كلكم المشاهدين. أطول لجنة فرصة الله يرحم والديكم. الوقت يا شباب، شكرا الوقت.